احنا نبيع قناة السويس للبنك المركزي وهو يطبع فلوس ويديها للمالية علشان نسد الدين الداخلي. ده تبسيط مخل جدا 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 لفكرة الأستاذ حسن هيكل بتاعة المقايضة الكبرى. لو عايز تشوف الفكرة بالتفصيل ممكن جدا ترجع لليوتيوب على اللقاء بتاعه اللي عمله على القاهرة والناس، شرح فيه كل حاجة. وكمان ممكن تشوف السجال اللي كان بينه وبين عز العرب على تويتر. بس الصراحة أنا عندي تعليقين اتنين عايز أتكلم عليهم، اللي مستغرب جدا إن تم التغافل أو عدوا كده بسرعة في اللقاء اللي اتعمل ده، على الرغم من إن المذيع بالفعل نوه ليهم كده. أول حاجة، حسب كلام الأستاذ هيكل إن المشروعات اللي اتعملت كتير في مصر مش هي سبب الديون، لأن الاستثمارات اللي عملتها الحكومة وصلت ل 2.3 تريليون جنيه، وفي فائض أولي 2.9 تريليون جنيه. أمال الفلوس راحت فين يا أستاذ هيكل؟ طبعا الكلام ده بالشكل ده ممكن يودي في داهية، لكن طبعا الكلام فيه مغالطة محاسبية كلاسيكية، لأن هو بص على الموازنة العامة للدولة وتجاهل إن مصر مش دولة ذات موازنة واحدة موحدة. إحنا عندنا موازنات كتير، عندنا الموازنة العامة ودي اللي هو اشتغل عليها، عندنا موازنة الهيئات الاقتصادية، قناة السويس بقى، كهرباء وغيره، وفي شركات مملوكة للدولة، وفي صناديق وحسابات خاصة، وفي جهاز المشروعات الوطنية، في حاجات كتير. كل دول خارج الرؤية المباشرة للموازنة العامة. يعني لما تفتح كده الموازنة العامة الأرقام دي مش موجودة جواها، فبالتبعية لما يعملوا مشاريع أنت برضو مش شايفها، بس إحنا شايفين المشاريع. يبقى الفلوس بالفعل راحت في مشاريع مهمة اتعملت في البلد، لكن خارج الموازنة العامة وخارج تحليل الأستاذ هيكل. عشان كده فكرة المقايضة الكبرى مستندة على أساس مش مظبوط، أو خلينا نقول مش كامل. تاني نقطة بقى، نقل ملكية أي أصل أو شركة زي هيئة قناة السويس مملوكة بالفعل لوزارة المالية وبتدر عائد أصلا للوزارة، لما أخدها وأروح أوديها للبنك المركزي وسددت ديوني خلاص تمام والدنيا زي الفل. ما هو كده في شركة أو في هيئة كبيرة كانت بتدخل جزء كبير من الإيراد لوزارة المالية، ما مش هتدخلها تاني، ما هي خلاص الشركة دي أو الهيئة دي ما بقتش بتاعت الوزارة، ربحها مش هيروح للوزارة، فبالتبعية إيرادها هيقل. فإيه بقى المتوقع في الحالة دي علشان وزارة المالية تسد العجز الجديد اللي تسببه بيع مثلا حاجة زي هيئة قناة السويس؟ أول حاجة إن هم يفرضوا ضرائب جديدة طبعا علشان يزودوا الحصيلة الضريبية عشان يدخلوا إيراد، وده سياسيا غير منطقي تماما. الوضع يعني الناس بالفعل مش قادرة تدفع أي حاجة تاني. تاني حاجة إن إحنا نقلل الإنفاق، وده ما بيحصلش في يوم وليلة، ده محتاج شغل كتير جدا عشان نعرف إيه هي أوجه الإنفاق اللي ممكن نستغنى عنها ونبتدي نشيلها واحدة واحدة. فده مش هيحصل بكرة. يبقى الحاجة المنطقية التالتة إن إحنا نعمل إيه؟ نستلف معاليك، نعمل أذون خزانة تاني. يعني إحنا الدين مشيناه من الباب قام راح نطلنا من الشباك.